من الكويت، تفضل. من الكويت نعم. أخ أمير اليوم إن شاء الله دفاع. نعم برنامج مفتوح. لا، دفاع عن عائشة، بعدين بنهاية الدفاع لك حق تطرح سؤال حتى لو كان خارج الموضوع بعد ما نخلص. تمام. عن أي رواية إن شاء الله؟ أنا أختار هو اللي يناسبك إن شاء الله، ما في إشكال. الأسود بن يزيد النخعي كانت إحدانا. رواية مسلم؟ البخاري كانت إحدانا إذا كانت حائضة. ثواني يا شيخ، أنا يمكن يعني. أنت سني؟ إيه سني موحد. يا هلا بك، موحد ما شاء الله. راح تطلع الرواية أقرأ ولا طلعت لك الرواية؟ إيه. كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها. لا 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 لا، اكتب عن عبد الرحمن بن الأسود. ثواني. أكو رواية بالبخاري تقول كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. نعم. أي كمل. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه. نعم. أي كما كان النبي جيد يملك إربه. هذا الأسود بن يزيد النخعي هذا أخوها ولا شنو؟ غريب. طيب ثواني. داش عندها للبيت يسمع النبي شلون يجامع نساءه ويباشرهن. هاي تعلمه شلون يباشر مرته ولا شنو هاي؟ لا طبعا كانت عايشة توضح هنا موضوع سؤال اللي هو يقول سؤال ماكو سؤال، اسكت. اي نعم اسكت ماكو سؤال، عيب. او عندما تطرح عائشة هذه الرواية تطرحها لبيان شيء صحيح ولا لا؟ سريع تعجبني. احسنت، ماكو سؤال. احسنت، لو كان هنالك سؤال لطار نصف الاشكال، اما سؤال ماكو. هي جالسه تسامر تسولف تونس، هاي تختلف. اما هو دش عليها للبيت وقال يا اماه الحقي لي تزوجت وما اعرف شو اسوي، هاي تختلف. نقول هاي حاله مضطره وتقيه مثلا. اما هو جالس ويتسامر يتونس وهي تسولف له، هاي تختلف. هاي شوف لها لازمه قويه. هاي صح ولا انا غلطان؟ عيني ساعدني. ترى نعم صح ولا مو صح؟ شيخ خيمة اسمعني بس، يعني اعطني مجال شوي. السيدة عائشة عندما كانت تروي هذا الحديث كانت ترويه لشيء ما يحتاج ان يسأل الرجل يعني لكي تذكر هذا الواقع. الان هاي كبسة جديدة. لشيء ما، يعني هي عرفت الأسود بن يزيد النخعي ما يعرف يباشر مرته وهي حائض، بما انه يعني هو تابعي وان كان صحابيا، فعندما تنقل له عائشة هذه الرواية او هذا الشيء الذي حدث معه ينقلها التابعي لمن يريد هذا السؤال. هل عائشة علمت أن الأسود بن يزيد النخعي عنده خلل بالمباشرة مع الحائض؟ بس ذكرتك يا خمير هو هذا السبب اللي سألت أنت قلت أن عائشة لا تتكلم إلا لوجود علة، مشكلة، أكو كارثة. فهل الأسود بن يزيد النخعي عنده مشكلة مع زوجته؟ أو إن كان وإن لم تكن. تمام شيخ خمير، بس هو عندما سمع هذا الحديث إما كانت موجودة وتعطيني الدليل، وإما لم تكن وهي تحب تسولف التسامر تونس. يا خمير أو الآن عندما طرحت عائشة هذا الموضوع، بيشي طرحتها لماذا؟ طرحتها لبيان سبب هو بيان سبب. نعم. هي تتكلم شوف اسمعني لا اسمعني شوف، انت جيب من الأخير. قل أمنا مبلغة تتكلم، هذا كلام عدل. لكن تحاول تلعب لعبة أولى، تقول هو سألها، كبستك، بينت لك إنه ما سألها، هي حبت تسولف. بعدين طبيت لي مرة ثانية قلت لي إذا علمت أكو علة. يعني شنو؟ يعني عرفت إنه الأسود بن يزيد النخعي ما يعرف يباشر زوجته. كبستك، شلون عرفت؟ سحبت. فالآن صرت أنت 2-0. ليش تاخذ الثالث؟ حرامات. فأنت من الأخير قول هي أمنا عائشة تحب السولف، ما بيها شيء، حتى تدخل بالإشكال الثاني. جيد؟ فأسألك أمام المشاهدين، هل الأسود بن يزيد النخعي سألها حتى تجاوب؟ هل السؤال الثاني، هل الأسود بن يزيد النخعي ما يعرف المباشرة حتى تعلمه؟ يعني هي علمت من علمها الغيبي أو
من خلال نساء؟ يعني اكو دليل؟ ان شاء الله، بس لا تقاطعني، بس اجاوب بس لا تقاطعني يعني تفضل. اذا امكن. يلا تفضل. عندما عائشة روت هذا الموضوع، تمام، يعني أخبرته بطريقة غير مباشرة. مثال، إن كان أحد الصحابة أو أحد التابعين له في نفسه هذه المشكلة، فعندما عائشة تطرح هذا الموضوع للنخعي، فالنخعي يرويه لغيره من الصحابة فيتعلمون هذا الحكم اللي مباشرة المرأة. أنا ما أتكلم، أنا أتكلم سؤالي واضح. هل هو سألها أم اكتشفت أن لديه مشكلة مع زوجته؟ جاوب على قدر السؤال لو سمحت. هو ما لا ما سأل، بس هو يعني هو طيب هذا جاوب جيب، هذا جواب على السؤال الأول. هذا جواب على السؤال الأول، ما سألها. الجواب على السؤال الثاني، هل هي اكتشفت من خلال علمها الغيبي أو من خلال منا أنه الرجال ما يعرف يباشر مرته حتى تعلمه؟ أو عايش عندما تطرح هذا الموضوع ما تطرحه لشخص معين، تطرحه لجماعة. انت التوجيه غير المباشر الذي كان يستخدمه النبي للصحابة. خلاص اذا حتى ندخل في صلب الرواية لو سمحت. التلاعب ما يفيدنا، احنا ناس انت شخص موحد فخر للعالمين، صح لو مو صح؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت لنا. زين، طبعا خير أمة محمد وآل محمد. فأنتم كنت خير أمة أخرجت لنا، فحتى ما يستهزئون بينا المشاهدين ويقولون هي هاي خير أمة أخرجت للناس. فنقول للعالم بلسان علمي بليغ إنه لا الأسود بن يزيد النخعي سألها حتى تجاوبه، ولا هي عرفت هو ما يعرف يباشر. اثنيناتهن ماكو. هي حبت تتكلم، تسولف، تسامر، تونس. جيد. بس شيخ أمير، نعم، بس هو فيكو تأويل آخر للرواية هذه اللي بعدنا ما طابين يعني. احنا بعدنا ما طابين في نص صلب الرواية حتى نطلع التأويلات. نعم. احنا الآن بعدنا في لب السؤال، جاي نتعارك. هل هو سألها؟ هل هي عرفت بيشي؟ وانت جاي تحاول تثبت فد نقطة ما موجودة. فخلينا ننتزع هذا الشيء ونقول عمي والله العظيم لا سألها ولا الرجال بيشي، هي أمنا تحب هو يعني نعم. من الأخير أمنا تحب السؤال، فانتهى الموضوع. جيد. حتى هو في نص الرواية، نعم شيخ أمير، هو في نص الرواية لم ترد منه سأل أم لم يسأل، تمام. طيب. بس ولكن هو المضمون من الحديث هي تكلمت. ماذا حصل؟ جيد، هي تكلمت. هذا هو التأويل اللي ذكرت لك يا أمير. الآن جايين، هي حبت تتكلم. طيب هي حبت تتكلم، نبدأ بالكلام اللي هي حبت تتكلمه بدون لا سؤال ولا أنه الأسود بيعله مع زوجته. طيب بداية الكلام، كانت إحدانا إذا كانت حائضة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، إيش يسوي لها؟ أن تتزر. طيب ما معنى تتزر؟ في فوري. تتزر أي بمعنى تعرف يعني تضع، أي يعني تضع الشيء لكي يعني تضع قطعة قماش على أي نعم لكي تمشي مباشرة، يعني بمعنى لكي يعني لا ينزل الدم إلى ما آخر يعني. لا تضع قطعة قماش، نعم، لكي حتى لا يقع الجماع بالفرج مثلا ويستمتع بسائر الاستمتاعات. صح. طيب هذه نعم. عائشة هو النبي كان يسوي وياها هي السولف، هذا الشيء للرجال. مو نعم. ايه الاشكال؟ هو لا جاي وحده. فكان النبي يقول لها تزري بمئزر وتتزر ويباشرها في فور حيضتها. اي يعني بمعنى كانت تستر من سرتها وما تحتها الى الركبه. طيب في فور حيضتها. انتم هذا عندكم، انتم السنه، ما اتكلم عن الشيعه. انتم السنه بالكويت هذا عندكم طبيعي يعني النسوان يعلمن الزلم هاي الحاله؟ اذا كانت ام المؤمنين. جيد، نقطه جديده. شنو تقصد ام المؤمنين؟ يعني نقدر نشوف شعرها ورجليها وصدرها، ولا حرام ما يجوز من وراء حجاب فلا تخضعن بالقول؟ دير بالك. صحيح. لا يجوز. بس ام المؤمنين عندما تسوي اذا صارت حال مع احتراماتي لك امك واختك، فهل تقبل امك تدش على الريايل تقول لهم ابو؟ اذا كانت زوجة نبي
اليوم انا احول الان ام المؤمنين فشلت راحت بالزباله، الان صعد لفظ علي زوجتنا. شنو معنى كلمه زوجة نبي؟ والله دفتي ما شنو هاي يعني زوجة نبي الذي تزوجها النبي وامتدحها امتداحا. فالطبو تنزع ملابسها، تشلح ملابسها بين الزلم لين النبي مادحها ربها ما حد يحكي وياها. انت جاي تحكي مو انتقلنا الان، انتقلنا من النقاش العلمي الى النقاش البلطجي. عيب. هاي شنو هاي؟ شيخ امير انت اللي نقلت الموضوع الى الام مو انت استدليت استدلال. لا 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 لا, لا. انا اريد احسسك اللي سوته عائشه، انا اريد احسسك اللي سوته عائشه حلال ولا حرام. ليش؟ لان الله قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. انا كيف اعرف عائشه خضعت بالقول ولا ما خضعت؟ كيف اعرف؟ كيف اصل الى هذه النقطه عندك؟ لازم اطبق اطبق فعل زي اسالك سؤال. انتم عندكم الاقتداء بالسلف الصالح سنة جيدة صح؟ اكيد. عائشة سيدة السلف الصالح بعد من السلف الصالح. صحيح. تقبل اختك الكريمة تقتدي بعائشة من السلف الصالح تعلم الرجال بهاي الطريقة؟ هو احكام امهات المؤمنين تختلف عننا وعن امهاتنا. يعني انت الان توجه كلام لاختك الكريمه وللنساء الموحدات السنيات الا يقتدين بعائشه لان عائشه حكمها خاص، صح؟ اذا حكم الهي نعم مختلف. يعني ما يجوز يسوون هاي الاعمال. لا هذا الشيء يعني الهي لعائشه فقط، يعني يجوز المؤمنين يجوز يسوون النساء السنيات الموحدات يدشن على الرجال وتقول له كيف ابو قتاده يباشرها ويجامعها، ولا ما يجوز؟ حرام عيب. اذا كان المراه بين زوجها فلا يشكل ان تروي هذا الخبر. الاسود بن يزيد النخعي كان زوجها. لا المثال بما انت تحكمه انا اتكلم على رجاجيل، على اختي، على ريايل اغبياء غرباء. شلون مصيبه والله يلعب يحاول خطيه يرقعها. الان هي بدت توقع عنده، يطلب يلا هذا يطيح خطيه، السمنت عنده جاي يطيح. غرباء يا عيوني. انت يجوز على السنيه الموحده تقتدي بعائشه تعلم منها بهالطريقه؟ لأن الطريقة إذا كانت نفس ما ذكرت خمير، إذا كانت من المحارم لا يجوز، لا إشكال بأن تروي لهذا. ليش إذا من المحارم؟ خوب الأسود بن يزيد النخعي رجل غريب، إحنا نقتدي بعائشة أنت تعلم منها. نفس ما ذكرت لك يعني خمير، هذا هو تشريع إلهي لعائشة أن تروي الخبر للصحابة أو التابعين. أما جيد. دقيقة الآن توقف. فأنت الآن تقول إنه أختك الكريمة إذا ما تزوجها عيب الطب على رجل غريب وتقول له زوجها شلون كان يباشرها ويشد عليها وصلة، عيب حرام. بس هذا يجوز العائشة صح؟ صحيح جيد. طيب عائشة هذا اللي سوته هو نفسه على أختك الكريمة حرام، وعلى عائشة أيضا حرام. قل لي شلون؟ لماذا؟ لأنه خضوع بالقول، والله قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. من يقول الأسود بن يزيد النخعي ما طمع وجامع عائشة على هالكلام اللي يضرب على الرأس؟ فإذا المأمورة أن لا تخضع بالقول حرام، مثل ما أختك الكريمة المعززة المصونة أن لا تخضع بالقول، عائشة أيضا مأمورة أن لا تخضع بالقول. وبما أنك حكمت على أن كلام عائشة خضوع بالقول لا يجوز لغير النساء، فإذا عائشة وقعت بفاحشة وهي فاحشة الخضوع بالقول. خمير في تفسير قوله تعالى فلا تخضعن بالقول يقول فلا تلن بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكن. جميل. وهو ما قاله الطبري كل ما يكره من قول المرأة للرجل، هذا التفسير الأعم. لأن هذا فلا تخضعن بالقول علماءك قالوا يدخل تحتها يندرج تحتها أكثر من 20 تفسير. القاعدة الكبرى التي تجمع 20 تفسير كل ما يكره من قول المرأة للرجل. أنت كرهت هذا الكلام على عرضك فإذا هو خضوع بالقول، فعائشة خضعت الكراهية. نعم
أخ أمير، الكراهية في معصية الله، يعني وليس بالفاحشة. بالفاحش مثل ماذا؟ عندما تروي خبرا مستفحشا، خضوع لكن عندما تروي للنخعي في هذا الموضوع كان ترويه لسبب ما. اي نعم. فاختك الكريمه تروي، فاختك الكريمه ترويه ابو قتاده لسبب ما، لان ابو قتاده عنده مشكله في المباشره للحائض. ليش انت رايته خضوع؟ الان سحبنا، بدي رجعنا نرجع من جديد. نعم اخ امير، بس اخ امير، لان عائشه لها تشريع الهي. رجعنا لان عائشه لها تشريع، ولان الله عز وجل قال تخضع بالقول. رجعنا شوف رجع تخضع بالقول، وهذا خضوع بالقول. اذا الله انطاها مساحه من التشريع، ليش قال لها لا تخضعين بالقول؟ يضحك علينا ولا على نفسه؟ ما يصير عيب. شو يسوون انتم؟ خلاص خلاها مشرعه، ينطيها نبوه، لا يقول لها تخضعين بالقول ولا هالحكي هذا، ويرقعها يصلخها ويسد فرجها ونخلص من هالطرقعه السوداء كلها. هاي شو حكي هذا؟ هم يسويها مبلغه نبيه، وهم يقول لها دير بالك لا تصيرين حامل. ما يصير. يلعب عليها الله، يلعب عليها خطيه المسكينه هاي. ما يصير. لو طلعوا ربكم سيء، لو طلعوا نبيكم فاشل، لو عائشه منتهيه الصلاحيه ومرتكبه للفاحشه. مو وضعيه هاي. انا اريد اجي وياك، انا اريد ادافع عن عائشه. انا هم تعبت. نعم هي نبيه مرسله وهي رسوله وهي اعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهي مأمورة أن تبلغ بعد. لكن ليش الله يقول فلا تخضعن بالقول؟ ليش هالأسلوب هذا؟ ايش دعوة عليه؟ ليش ما يخليها تأخذ راحتها مع الرجال حتى تلزم تفحص بديها، تفحص، توصل لهالمرحلة؟ أوليس الطبيب يفحص النساء يا ولدي؟ أوليست المرأة تفحص الرجل؟ والطب لا يوجد فيه عيب يا ولدي. ماذا يعني إن فحصت عائشة أبو موسى الأشعري ومسكته مثلا من عضوه؟ أليس الطب لا يوجد فيه حرام؟ صح ولا أنا غلطان يا ولدي؟ أخ أمير بس يعني أكو التفاتة جميلة بما ذكرت الموضوع. إذا عائشة لن تروي، بس مجال شوية، مجال ما شاء الله أخذت 5 دقائق في الموضوع. دقيقة. وأنت عدت. لا انتهى أخي الكريم، بعد لا تتكلم والله، بعد ما بيحل أعيد الكلام. لو انتهى الاتصال انتهى، لو سمحت. الاتصال انتهى، وتبين لك وللمشاهدين ولي أن عائشة خاضعة بالقول. انتهى الاتصال، واضح.